في شخصيات في التاريخ لها ادوار عظيمه ما بتقلش اهميه عن الرؤساء والزعماء، لكن للاسف محدش بيلقي عليها الضوء اللازم. وشخصيه النهارده واحد من الناس دي، وهو لواء المخابرات العامه المصري والملقب بقلب الاسد، واللي لقبته المخابرات الاسرائيليه او الموساد الاسرائيلي بالضبع الاسود، محمد نسيم. وفي الحلقه دي بقى هنلقي الضوء على حياه البطل محمد نسيم، وازاي التحق بجهاز المخابرات العامه المصري وبقى من اشهر ضباطه، وايه هي اشهر العمليات اللي قام بيها اللي خلت الموساد الاسرائيلي بجلاله قدره يلقبه بالضبع الاسود. فركز معايا كده عزيزي المشاهد، وانزل في الكومنتات تحت اكتب شعار حلقتنا من فات قديم وتاه، واللي ملوش ماضي ملوش حاضر. ونتقابل بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبتدي حكايتنا سنة 1927 في حي الدرب الأحمر بالقاهرة. اتولد الطفل محمد نسيم في منزل كان خلف المسجد الأثري، مسجد الطنبوغة المرداني. وهو عنده 3 سنين اتوفت أمه، وكان ساعتها الوسطاني له أخ أصغر منه. اتوفت أمه وهو عنده 40 يوم، وكان له أخ كبير. وبعدها اتزوج والده من سيدة تانية عشان ترعاهم لأنهم كانوا لسه أطفال. فكانت طفولته صعبة. علشان كده عزيزي المشاهد نفهم إن دايما البطولة بتتولد من رحم المعاناة، لان اغلب اللي بيتولدوا مرفهين ما بيعملوش حاجه في حياتهم، الاغلب يعني. وكان والده خريج كليه فنون جميله، وكان فنان بيرسم لوح زيتيه، وفي نفس الوقت كان بطل مصر في الملاكمه. فده اللي خلاه يشجع اطفاله على الرياضه، وبداوا بالفعل يمارسوا الرياضه. وكان من نصيب البطل محمد نسيم انه لعب رياضتين، رياضه الهوكي ورياضه الملاكمه. وكان اخوه الكبير في الوقت ده كان بطل مصر في السباحه، وكان اخوه في فريق منتخب مصر للوتر بولو، واخد احسن لاعب في العالم في اولمبياد سنه 48. يعني نفهم من كده ان تكوين العيله تكوين ابطال. ومحمد نسيم وهو عنده 17 سنه وكان في ثالثه ثانوي عام خد بطوله الجمهوريه للملاكمه، وكان ساعتها بيلعب في النادي الاهلي. لانه بعد كده هو عنده 15 سنه العيله اتنقلت لحي المنيره اللي كان جنب النادي الاهلي. وبعد ما خلص ثانويه عامه وتحديدا سنه 1949 التحق بالكليه الحربيه علشان حياته كلها تتغير وتاخد منحنى تاني. واول ما دخل الكليه الحربيه كان في بطوله الجيش للملاكمه، فهو دخل في الوزن المتوسط. وكان ساعتها البطوله بتقام من دورين، دور السيمي فاينل ودور الفاينل. فدخل وكسب السيمي فاينل، وفي نفس اليوم لعب الفاينل وكسب. وكان ساعتها اللي بيتفرج عليه مين؟ حيدر باشا وزير الحربيه. فهو نازل اجازه سمع الميكروفون في الكليه الحربيه بينادي على اسمه، فبسرعه نزل عشان يشوف هم عاوزين ايه. فاتى حيدر باشا ومدير الكليه الحربيه عاوزين. فساعتها مدير الكليه الحربيه رقاه وبقى أمباشي، وهو كان لسه داخل الكليه الحربيه. فكان بيقول ان زي الطلبه بتوع الاعدادي بيلبسوا شريطه صفراء، واللي في نهائي بيلبسوا شريطه حمراء. بيقول انا من ساعه ما دخلت الكليه الحربيه وانا ما لبستش شاره صفراء. فيبقى اترقى أمباشي. وفي نفس الوقت حيدر باشا قال له اعتبر نفسك انت موجود في الكليه مجاني، لان ساعتها كانت الكليه الحربيه بمصاريف عاليه. وحيدر باشا رد عليه وقال له انا عاوزك تبقى زي اخوك الكبير. واخوك الكبير بالمناسبه اصبح ضابط شرطه وفيما بعد هيتوفى. وتمر سنين الكليه الحربيه واتخرج منها سنه 1951. ومن تميزه برضه سالوه تحب تخش سلاح ايه؟ فكان ساعتها السلاح المميز في الجيش هو سلاح الفرسان اللي فيما بعد هيتسمى بالمدرعات. وبعدها في سنه 52 تقوم ثوره يوليو ويتشال الملك فاروق ويتعين مجلس وصايه. وبعد كده سنه 53 تتحول مصر من ملكيه لجمهوريه مصر العربيه، ويبقى اول رئيس هو محمد نجيب. وبعد كده يحصل خلاف ما بين نجيب وما بين جمال عبد الناصر بعد حادثه المنشيه. فجمال عبد الناصر يكسب في الصراع ده ويتحط محمد نجيب تحت الاقامه الجبريه. وبعد كده يتعمل استفتاء ويبقى جمال عبد الناصر سنه 56 هو رئيس جمهوريه مصر العربيه. وكان بالمناسبه البطل محمد نسيم من رجال الضباط الاحرار، بس رجال الصف الثاني. وفي 26 يوليو سنه 1956 يحصل الحدث الجلل، وهو ان لما البنك الدولي والغرب كله رفض يمول السد العالي، طلع الرئيس جمال عبد الناصر بالخطاب الشهير اللي بيقول تؤمم الشركه العالميه لقناه السويس البحريه شركه مساهمه مصريه. هوب بعد كده تحصل العدوان الثلاثي على مصر او مؤامره السويس. وفي 29 اكتوبر الكيان الصهيوني يبدا ينزل جنود في سيناء تمهيدا لاحتلال سيناء. فيوم 30 فرنسا وبريطانيا يعملوا انذار لمصر واسرائيل ان هم ينسحبوا عن القناه مسافه 12 ميل. فطبعا اسرائيل هتوافق ومصر هترفض. في يوم 31 اكتوبر تبدا فرنسا وبريطانيا بمهاجمه مصر. وكان ساعتها الضابط محمد نسيم كان ملازم اول، وكان في المجموعه الاولى المدرعه تحت قياده زكريا
عادل امام، واختار الضابط محمد نسيم في قسم المخابرات والاستطلاع، وعينه رئيس المجموعه دي اللي هي رئيس مجموعه المخابرات والاستطلاع. وكان ساعتها المجموعه دي في وسط سيناء عند وادي المليز، وساعتها الرئيس جمال عبد الناصر امر الجيش بالانسحاب من سيناء منعا للتطوير، لان هو كان الجيش في وسط سيناء وقوات اسرائيل اتقدمت عملت انزال من قدام، وعند القناه من ورا فرنسا وبريطانيا هيعملوا انزال، فقال لهم لازم تنسحبوا بسرعه غرب القناه عشان ما يحصلش تطوير. وبالفعل المجموعه تعمل انسحاب عظيم، وبعد كده العدوان يفشل بسبب انذار امريكا والاتحاد السوفيتي، وبعدها رك لرتبه نقيب. وبعد شهرين من العدوان يجي له انتداب في المخابرات العامه المصريه عشان حياته تاخد منحنى تاني خالص. واول ما دخل المخابرات العامه عين بقسم الخدمه السريه، وده يعتبر من اعلى الاقسام في المخابرات، مساوي مثلا للسي اي اي كده في امريكا. وكان ساعتها تحت قياده السفير فيما بعد حسن بلبل. وللمفارقه برضو ان حسن بلبل مدرس عليه برضو في الكليه الحربيه، يعني وراه. وبعدها حسن بلبل يمشي ويجي بعدها السيد شعراوي جمعه. انا ذكرت الاسمين دول ليه؟ لان دول الاسمين هم اول اتنين استضافوه في المخابرات، واول اتنين اتعلم على ايديه. وفيما بعد السيد شعراوي جمعه هيبقى وزير داخليه مصر، وهيبقى من اشهر وزرائها كمان. وبما ان قسم الخدمه السريه من اعلى اقسام المخابرات، اذا الخدمه فيه صعبه جدا وسريه لابعد حد، لدرجه ان هو لو شغال في مكتب جوه المخابرات زميله اللي في المكتب التاني ما يعرفش هو بيعمل ايه اصلا. وده ما يستدعيش عزيزي المشاهد في دماغك ان ده شغال في وادي وده شغال في وادي، هو في تكامل، بس الجزء اللي انت متخصص فيه سريه تامه، فهو بيشتغل في سريه في جزء معين، وزميله اللي في المكتب التاني بيشتغل في جزء تاني بسريه تانيه. بعد كده ده بيعرض خطته على القائد وده بيعرض خطته على القائد، وبعد كده المهام تبقى اشبه بقطع البازل تبدا تركب في بعضها، لدرجه ان اهله اساسا ما كانوش يعرفوا طبيعه عمله كانت ايه. ومن هنا بقى عزيزي المشاهد ندخل على اهم جزء في الحلقه بتاعتنا، وهي اهم عمليات البطل محمد نسيم، اللي لولا عملياته دي احنا اساسا ما كناش هنعمل الحلقه دي عنه. فقبل ما نبدا عزيزي المشاهد اتاكد ان انت مشترك في القناه ومفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وانزل في الكومنتات تحت لو لسه ما كتبتش شعار الحلقه اكتب من فات قديم وتاه واللي مالوش ماضي مالوش حاضر. الجمله دي عزيزي المشاهد لو تمعنت فيها هتعرف ان هي قد ايه معبره. وكانت اول واشهر عملياته هي تدريب العميل رفعت الجمال، واللي مصر كلها عارفاه بسبب المسلسل رأفت الهجان، او العميل جاك بيتون بالنسبه للكيان الصهيوني او بالنسبه لاسرائيل. وما جاتش على التدريب بس عزيزي المشاهد، لا ده كمان اخرس الموساد لما بعد كده المسلسل اتعرض وحصل بلبله في الراي العام الاسرائيلي، فطلع الموساد ورد وقال لك ان رفعت الجمال كان عميل مزدوج، احنا اكتشفناه وبعد كده اصبح عميل مزدوج. فطلع بعد كده البطل محمد نسيم وقال لهم 3 اسئله، والثلاث اسئله دول عزيزي المشاهد اخرسوا الموساد خالص. وبعد كده طلعت مصادر من اسرائيل على المصريين ان يفخروا بسبب انتصارهم في معركه رفعت الجمال. والثلاث اسئله كانوا كالتالي: لو كلامكم حق زي ما انتم بتقولوا ان هو بقى عميل مزدوج، العميل في المخابرات لما بيتم اكتشافه لازم بيتسجل له اعتراف كتابي وصوت وصوره، اذا فين الاعتراف بتاع رفعت الجمال؟ اكيد انتم مسجلين له، فين بقى التسجيلات بتاعته؟ اعرضوها للناس. السؤال الثاني ان انتوا بعد نكسة 67 بقيتوا على حدود قناة السويس وكنا ساعتها منهارين، فلو كنتوا ساعتها افرجتوا عن حكاية رفعت الجمال كنتوا ساعتها جبتونا ارض او ضربتونا القضية، فليه ما اعلنتوش وانتوا كنتوا في اوج انتصاركم؟ بلاش دي. في 73 وده السؤال الثالث، انتوا اتضربتوا ضربة قوية وكنتوا محتاجين اي حاجة او اي اعلان او بروباجندا عشان تصحح وضعكم قدام العالم كله، طب ليه ما افرجتوش عن الكلام ده كله في وقت برضه حرب 73؟ اذا رأفت الهجان ما كانش عميل مزدوج وانتوا بتهجصوا، بس انتوا بتهجصوا دي من عند عزيزي المشاهد. وبمناسبه الحلقه عزيزي المشاهد انا بنصحك تتفرج على مسلسل رأفت الهجان. وفي سنه 1961 حدث انفصال ما بين مصر وسوريا بعد ما حصل انقلاب عسكري في سوريا، وتم القبض على الضابط السوري عبد الحميد السراج، وتم وضعه في اخطر سجن في دمشق لانه هو كان بايد الوحده وكان مع الرئيس جمال عبد الناصر، فتم القبض عليه. فالرئيس جمال عبد الناصر اتواصل مع الضابط محمد نسيم بنفسه وقال له يا محمد انت لازم تجيب عبد الحميد السراج باي وسيله. كل اللي قاله البطل محمد نسيم علم وينفذ يا فندم. وبالفعل يبدا يسافر لسوريا ويجهز للعمليه. وفي ملحوظه عزيزي المشاهد عاوز اعرفها لك، عبد الحميد السراج كان بمقامه رئيس جمهوريه، يعني شوف كميه الحراسه اللي هتبقى موجوده على السجن. وبدا في تنفيذ الخطه ولبس ملابس ضباط السجن وراح عند السجن وفتح الزنزانه وطلع عبد الحميد السراج وخرجوا هما الاثنين ومشوا. وكان ساعتها في حد بيراقب العمليه دي من مخابرات معاديه، فقرروا ان هم يقبضوا على الضابط محمد نسيم وهو معاه عبد الحميد السراج. فهرب عبد الحميد السراج على الحدود اللبنانيه ثم للقاهره وداه للقاهره. ورجال المخابرات المعاديه اللي كانوا عاوزين يقبضوا على الضابط محمد نسيم كان معاهم واحد مصري عايش في اوروبا معادي للنظام الناصري، فهو اللي قبض عليه محمد نسيم وبعته للقاهره برضه.
وبعد كده رجع القاهره تاني. ودي كانت من اشهر عملياته، تهريب عبد الحميد السراج. العمليه كبيره وفيها تفاصيل كتير، فلو انت عايز عزيزي المشاهد ان انا اتكلم عنها في حلقه بعد كده، انزل في الكومنتات تحت قول لي ان انت عاوز حلقه عن عبد الحميد السراج. وطبعا كلنا عارفين عمليات ايلات اللي قدرت فيها الضفادع البشريه المصريه تخترق ميناء ايلات 3 مرات. كان من ضمن الواضعين الخطط هو الضابط محمد نسيم. اذا محمد نسيم برضو شارك في عمليه ايلات. وبالمناسبه انا عامل حلقه عن اقتحام ميناء ايلات هسيبها لكم في وصف الحلقه ان شاء الله. وقام بزرع العميل كيتشوك مساعد المصور الشهير ارماني، زرعه جوه تل ابيب. ده غير كمان ان هو كان صاحب عمليه الكشف عن صفقه الطيارات الفرنسيه سنه 62 واللي كانت فرنسا هتبعتها للكيان. وكانت الطيارات ديت من نوع ميستيري وكانت صفقه سريه جدا، ولكن الضابط محمد نسيم اكتشفها وبعد كده قال للرئيس جمال عبد الناصر. وبعد كده الرئيس جمال عبد الناصر طلع في خطاب قدام العالم كله وفضح الصفقه دي كلها. ويقال كمان في احد المصادر ان الضابط محمد نسيم هو اللي ابلغ المخابرات السوريه بإيلي كوهين. وإيلي كوهين ده عزيزي المشاهد من اخطر الجواسيس اللي بعتتهم اسرائيل لسوريا، لانه كان قريب جدا من دايره صناع القرار. وبالمناسبه إيلي كوهين كان مصري وبعد كده سافر مع الهجرات اليهوديه لاسرائيل، ثم بعد ذلك بعتوه الارجنتين على اساس ان هو سوري، وبعد كده اتبعت تاني جوه سوريا وبقى قريب من دايره صناع القرار، وقعد كتير وسرب معلومات كتير جدا من سوريا لاسرائيل. ففي مصادر كتير بتقول ان رأفت الهجان هو اللي اكتشفه وبلغ الضابط محمد نسيم اللي بدوره بلغ المخابرات السوريه. وطبعا من اشهر عملياته هي عمليه تدمير الحفار كينتنج 1 اللي اتضرب في ساحل العاج. طبعا كان من ضمن واضعين الخطه، وكان اصلا مع المجموعه اللي سافرت، كان هو قائد المجموعه. وانا عملت حلقه عن عمليه تدمير الحفار كينتنج 1 ده، هسيبها لكم برده في وصف الفيديو، لو لسه ما اتفرجتش عليها اتفرجوا عليها. وفي حركه 15 مايو سنه 71 واللي اطلق عليها السادات ثوره التصحيح، طلب منه ان هو يقدم استقالته، لان دايما المناصب الحساسه دي او الرجال الاقوياء دول ما بتفصلوش، بتيجي الرئاسه او يجي حد كبير يقول لهم قدموا انتوا استقالتكم حفاظا على هيبه المركز نفسه. وقالوا له اختار اي منصب تاني تشتغل فيه، ولكن هو قرر يشتغل مزارع في ارض زوجته. ولكن بعد كده استدعي تاني للجهاز باذن من رئيس المخابرات العامه في الوقت ده اللواء كمال حسن علي، وقال ما ينفعش واحد بحجم محمد نسيم ما يبقاش موجود في جهاز المخابرات. وبالفعل يرجع تاني الخدمه ويكون من ضمن الناس اللي تكتشف الجاسوس علي العطفي. واللي ما يعرفش الجاسوس علي العطفي ده الجاسوس اللي كان المسؤول عن العلاج الطبيعي وتدليك الرئيس السادات. يعني تخيل واحد المخابرات الاسرائيليه جندته مش في مركز حساس، ده جوه القصر الجمهوري، والمخابرات اكتشفت ان في اسرار كتير في الرئاسه اسرائيل بتعرفها. فكان الضابط محمد نسيم من ضمن الناس اللي شاركت في اكتشاف العمليه دي كلها، وكان هو اللي راح قبض عليه بنفسه. وبعد كده تاني يتحال على المعاش وهو عنده 42 سنه ويتعين في وزاره السياحه كوكيل، ثم بعد كده رئيس هيئة التنشيط السياحي، وفضل في منصبه ده إلى أن توفاه الله. وبالنسبة لحياته الأسرية بقى فهو تزوج وأنجب ولدين وهم هشام وفؤاد، والاتنين برضو بيشتغلوا في السياحة لحد دلوقتي. وهشام ده دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأنه قدر يعبر بحر الرمال العظيم اللي ما بين مصر وليبيا في مسابقة بتتعمل كده، بيركبوا عربيات تويوتا وأسرع واحد يعدي بحر الرمال، فهو حصل على أعلى ريكورد ودخل موسوعة جينيس. وبعد كده يحب واحدة إسرائيلية وينجب منها طفلة في سنة 97. وفي يوم الأربع 22 مارس سنة 2000 يموت البطل محمد نسيم بسبب جلطة ويطلع من مسجد عمر مكرم إلى مثواه الأخير. وبمناسبة ابن هشام عزيزي المشاهد، لو أنت عاوز نعمل حلقة نجمع لكم فيها التفاصيل كلها اللي هي ازاي اتعرف بالإسرائيلية وازاي اتجوزها وايه الوضع وليه مصر في 2009 اسقطت عنها الجنسية المصرية بعد ما اعلنت إسرائيل في منشط في جرايدها ان حفيدة ضابط مخابرات مصري تم تعميدها. فلو انت عاوز الحلقة دي انزل في الكومنتات تحت قول لي وان شاء الله هجهزها لكم في اقرب وقت. وبكده عزيزي المشاهد نكون هنا حلقتنا النهارده، ونهينا معاها قصة من قصص ابطالنا البواسل اللي هو البطل محمد نسيم. فلو انت مش مشترك على القناة انزل اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حلقاتنا اول باول، وانزل اعمل لايك للحلقة عشان يساهم في الانتشار. واتمنى منك عزيزي المشاهد، انا كده بلغت رسالتي ان انا عرفتك عن البطل. انت بقى رسالتك هي نشر الحلقات دي على اوسع نطاق عشان كل الناس تعرف، لان الغرب بيتميز عننا في انه بيعرف يلمع الناس دي، بيعرف يلمع حكاياته والكلام ده، بيعرف يعمل بروباجندا. احنا للاسف ما بنعرفش، وده بسبب فشل الدراما المصريه عندنا. ما بتعرفش حتى لو عملت مسلسل تاريخي يا بتخل باحداثه يا اما بيبقى رديء. فاحنا هنا في منصتنا هنا ان شاء الله اخذنا على عاتقنا ان احنا نعرفكم باساطير مصر، ومش بس اساطير مصر، لا اساطير العرب كمان، لان كل دوله عربيه فيها ابطال للاسف الشعوب العربيه نفسها ما تعرفش عنها حاجه. ويلا عشان ما اطولش عليك اكتر من كده عزيزي المشاهد، سلام.